واحنا صغيرين كنا مركزين على فكرة عايزين نبقى ايه لما نكبر. نبقى اغنياء، نعيش في فيلا، نبقى دكاترة او مهندسين. مع اني معرفش ليه طفل ممكن بفطرته يقرر انه يبقى مهندس، بس اوكي. دلوقتي لما كبرنا لسه ما وصلناش للقرار، في اسئلة كتير مش مجاوبين عليها، رغم ان احنا كبار بما فيه الكفاية. ادخل علمي علوم ولا رياضة؟ ادخل كلية ايه؟ انا ليه بدرس التخصص ده؟ ليه المفروض اصلا اجيب تقدير؟ ايه الحاجة اللي المفروض اكون بتعلمها في وقت الفراغ بتاعي؟ وهل المفروض احول الخ الفكرة ان انا حاسة ان ده مش طبيعي. المفروض في السن ده على الاقل نبقى مجاوبين على الاسئلة دي. اوكي، بما اني الدراسة كانت مخيفة، في كده كونسبت مشهور عند الديزاينرز وهو المديولة. بيبقى تخطيط على اللوحة قبل ما تبدأ في التصميم علشان يكون زي مرجع ليك، مرجع لكل خط انا بعمله. ليه اعمل الخط ده هنا وانا ممكن اعمله على الموديولة فيبقى متناسق اكتر؟ فاحنا ممكن نطبق الفكرة بتاعت الموديولة دي على حياتنا، على هدفنا. محتاجين نرسم لأهدافنا خطة أو هدف أو موديولة علشان كل قراراتنا وأفعالنا تبقى منطبقة على خطتنا اللي احنا رسمينها. ممكن بكل بساطة مرسمش لنفسي موديولة، بس بالتالي أنا كده همشي على الموديولة بتاعت المجتمع أو على خطة المجتمع، المسار المتوقع لأي بشري. تكبر، تتعلم، تدخل علم علوم، تجيب مجموع، تدخل كلية يا ريت تكون طب، تتخرج، تكون أسرة، وده كلام كله يحترم مفهوش أي مشكلة. بس الفكرة فهل القرارات دي اتخذت بشكل واعي وعن اقتناع ولا لا؟ خلونا متمسكين في مثال تكوين الأسرة. ممكن أعمل كده بس عشان أنا عايز كده، فبالتالي مش ههتم بالنشء اللي طالع لأن أنا قررت أوجدهم بشكل أناني. وممكن أكون أسرة عشان أنا عايزة أكون بيت سعيد، فبالتالي في التربية مش هكون حازم، هكون متساهل أكتر في قراراتي. أو ممكن أقرر أكون أسرة عشان نشء ينفع الأمة، فبالتالي هتعلم وأقرأ عشان أعلمهم وأكون حازم معاهم. أنا أسفة بس هو ده اللي بيخلينا نشوف عيال بلا تربية عشان الناس بطلت تقعد ال5 دقايق بتوع التفكير والتخطيط دول. مش عارفة لو حد خد باله، بس احنا كل لما بنكبر كل ما المفترقات بتكتر والقرارات المصيرية بتكتر، فعشان كده الأهداف مهمة. اوكي، المقدمة الطويلة دي بس عشان نثبت ان الأهداف مهمة، بس المهم ازاي أصلا أحط أهداف. But I just wanted to ask you which way I ought to go. Well, that depends on where you want to get to. Oh, it really doesn't matter. As long as I can... Then it really doesn't matter which way you go. طيب خلينا متفقين ان هدفنا الأساسي هو عبادة ربنا، لكن بما اننا بشر فلازم نشتغل ونتعلم عشان نعيش، فالشغل اللي هنشتغله لازم يكون بيخدم الأمة بتاعتنا. انا عايزة اشتغل معلم، ايوه صح، عشان اعلم جيل واعي. انا عايزة اشتغل دكتور، ايوه صح، علشان اعالج الامة بتاعتي. انا مثلا عايزة اشتغل مخرجة، محدش يسألني ازاي، بس هل اللي هعمله ده هيفيد امتي ولا لأ؟ لو تمام اكمل. خلينا برضو متفقين ان كتابة الاهداف حاجة معقدة، بدليل ان بقالنا سنين تايهين في هدفنا. فهنحاول نغطي الموضوع ده بشوية tips and tricks من مختلف المصادر والاشخاص. حاسة الموضوع هيبقى اوضح لو ادينا مثال وتطبيق عملي. كنا عايزين نعمل معاك تيست علشان تعرف تحدد هدفك بشكل صحيح. اول حاجة كتابة الرسالة الشخصية. عارفين الرسالة والرؤية بتاعت المدرسة المملة دي؟ هي حاجة زيها بس احنا بنكتبها لنفسنا عشان تبقى زي الجذور بتاعتها، زي الشجرة اللي كانت في Inside Out 2. لما الشجرة اتلغت شخصية رايلي اتأثرت بشكل كبير للأسوأ. المهم الرسالة دي بتبقى ليها أشكال كتير، بس أسهل حاجة هي أسئلة وبتجاوب عليها، زي عايز أكون فين بعد سنة؟ أكون مثلا خلصت كورسات بلندر يعني دخلت كتير في تعليم الألماني. عايز أكون فين بعد 5 سنين؟ عايز أكون في ألمانيا. ليه عايز تدرس في ألمانيا؟ عشان ألمانيا أجمد بقى بلد في العالم.
عايز افضل متمسك بايه المواهب اللي عندي والمهارات. I have a lot of talents but I can't remember. طب انا عايزاك تفتح دماغك كده علشان المواضيع مهم. سيب دي عشان تفتح دماغك. ايه هي اولوياتي؟ اجمع فلوس. طب كويس انك جبت سيره الموضوع ده عشان نسيت احطه في الفيديو، كنت عايزه الزقه في الاخر كده وخلاص. تجميع الفلوس المفروض يكون وسيله مش غايه. فانا دلوقتي لما اقول انا عايزه اجمع فلوس، اوكي كلام يحترم، كل الناس عايزه تجمع فلوس، بس هعمل ايه بالفلوس؟ هو ده الغايه الحقيقيه. وايه هي نقط القوه اللي عندي؟ ايه هي الحاجات اللي اتجنبها؟ مصريين. طب لو هنتكلم بجد، حاجات المفروض اتجنبها: الدراسة، بصي لي كده ليه؟ عارف يعني ايه اتجنبها؟ لو كتبت على Pinterest goal setting questions هتلاقي أمثلة كتير جدا ممكن تجاوب عليها في الرسالة بتاعتك. 2. حدد هدف لكل تراك مفيد بالنسبة لك في الحياة الاجتماعية، في الشغل، في القراءة، إلخ. في الحياة الاجتماعية عايز أكون متجوز على 6/28. دي مش اجتماعية؟ اجتماعية عادي. 3. الهدف مش المفروض يكون بعيد المدى ولا معقد ومفصل، لأ، هو ممكن يكون نهاية الطريق اللي انت ماشي فيه وبس. أوصل إن أنا أبقى مشهور في الحوار ده، اللي هو أنا عايز أعمل حاجة على بلندر، أنت تعرف محمد مصطفى؟ روح له على طول، هيساعدك في الحوار ده. طب انت موافق ان احنا ننزل الكلام ده وانت لسه ما عملتش دونتس حتى؟ تغلطيش في الدونس اللي أنا عملتها والكوباية اللي أنا عملتها. 4. خليك مرن انك تجرب الحاجات المختلفة وتطلع برا الكومفورت زون، علشان هي دي الحاجة اللي هتعرفك على هواياتك وايه الحاجات اللي انت شاطر فيها اصلا. 5. فكر في امتى انا هكون راضي عن نفسي، واسعى للشخص اللي انت راضي انك تكون، واسعى للبني ادم ده، يعني اسعى للحالة دي. لما ارجع من الشغل الاقي اطفالي اتنمر عليهم واقعد ادخل اوضتي اقفل على بابي والعب على الكمبيوتر، كنت راضي من نفسي جدا. بصيليش كده. هل انت شايف كده ان الكلام ده ساعدك في تحقيق الاهداف؟ لا. انت كده بتبوظ لي الفيديو. كده نقدر نختم الفيديو. هو الفيديو ده ضمن سلسلة جديدة اخترعناها، هي اسمها بعيدا عن الكرنج كذا كذا. هيكون موضوع في العادي بنسمعه بيتكرر كتير بنعتبره يمكن كرنج، بس بنحاول نلقي على المواضيع المهمة فيه اللي فعلا مهمة. يعني احنا هنعمل ايه طيب يعني؟ وهنا يكون للأسف الفيديو خلص. عايزة اعتذر على مستوى الرسم، يعني مستوى الرسم بتاعنا احسن من كده، بس للأسف الكلية قاعدة بتجلد في سهيلة رسمت القناة، فاضطريت انا ارسم كروكي شوية، وكان لازم ننزل الاسبوع ده لانه تقريبا انا هنضم لسهيل في حفلة الجلد الاسبوع الجاي. وتأمل توم مهلا توم، لا تتعجل وتمهل، فالقادم أحلى، القادم أحلى، القادم أحلى.